تعرف ان الاندكسنج في الداتابيز ممكن يوفر عليك وقت وجهد كتير؟ تخيل استعلام كان بياخد 10 ثواني ممكن نخليه واحد من 10 ثانية بس. خليني اشرح لك ازاي الموضوع ده شغال في دقيقة واحدة. تخيل انك عايز تلاقي معلومة في كتاب كبير، بدل ما تروح تقرا الكتاب كله بتفتح الفهرس وتلاقي مكان المعلومة بسرعة. بالظبط كده الاندكسنج في الداتابيز، لما تعمل اندكس على عمود معين زي مثلا عمود الاسماء، الداتابيز بتبني فهرس علشان توصل للبيانات دي بسرعة. الاندكس بيكون عبارة عن شجرة بيانات واللي بنقول عليها بي تري، بتخلي البحث اسرع. لما تعمل كويري الداتابيز بتدور في الاندكس اللي عملته بدل ما تدور في الجدول كله. يعني لو عندك جدول فيه مليون صف، الاندكس هيوفر عليك الوقت علشان توصل للبيانات في جزء من الثانية. خلينا اديلك مثال بسيط. لو عندك جدول عملاء كبير وبتدور على عميل باسم معين، لو بدون اندكس الداتابيز هتفحص كل صف واحد واحد واللي بنقول عليه الفول تيبل سكان. طب لو عملنا اندكس على عمود الاسم هتوصل للعميل على طول. طب امتى نستخدم الاندكسنج؟ افضل استخدام للاندكسنج بيكون على الاعمده اللي بتستخدمها كتير في شروط الوير، الاعمده اللي بتعمل عليها جوين بين الجداول، الاعمده اليونيك زي البرايمري كي. بس خلي بالك الاندكسنج مش دايما حل سحري، لو كترت فيها ممكن تاثر على اداء الداتابيز بالسلب في العمليات التانية زي الاضافه او التحديث، فاستخدمها في الاعمده المهمه بس.